السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة فوت برو. هذه الحلقة ستناقش أهم المباريات التي عرفها هذا الأسبوع في أبرز الدوريات الأوروبية. سنبدأ بالدوري الفرنسي وبعده الدوري الإيطالي والدوري البريمير ليج وكذلك الدوري الإسباني، وفي الختام سنتكلم أيضا عن أبرز المباريات في الدوري المغربي، دوري اتصالات المغرب، وكذلك سنناقش النتائج. لكن قبل بداية مناقشة كل هذه المباريات والنتائج والترتيب، أود أن أشكر جزيل الشكر كل الزملاء الذين شاهدوا الحلقة الأولى على القناة وأبدوا الكثير من التشجيع وكذلك المبادرات والأفكار والاقتراحات والانتقادات البناءة التي من شأنها أن تطور محتوى القناة. نشكرهم شكرا جزيلا مرة أخرى. كما نشكر من يقف خلف الكاميرا، الزميل المصور والتقني مراد رتيبي، على المجهودات الكبيرة التي يقدمها لنا. سنناقش كل هذه المحاور مع الباحث في مجال كرة القدم عبد العزيز البلغيتي، الملقن السابق بمدرسة سيرفانتيس ريال مدريد بطنجة ولاعب قسم الهواة سابقا. فلا تذهبوا بعيدا، نناقش كل هذه التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. سنتناول في المحور الأول الدوري الفرنسي وأبرز النتائج التي عرفها الدوري في هذه الدورة، حيث انهزم متصدر الدوري فريق نيس أمام كون، كذلك انهزم فريق مارسيليا أمام فريق مونبولي بثلاثية ل1، وعرفت هذه الدورة فوز فريق موناكو بسداسية ل0. المباراة التي عرفت دخول اللاعب يوسف حجي في الدقيقة 77 من المباراة. سنناقش كذلك فوز فريق البي اس جي برباعية ل0 مع الباحث في مجال كرة القدم الزميل عبد العزيز البلغيتي. زميلي عزيز، الدوري الفرنسي هذه الدورة عرف مجموعة من المفاجآت، أهمها انهزام فريق نيس متصدر الدوري الفرنسي. مرحبا أخي محمد. نعم، نتحدث عن هزيمة فريق نيس المتصدر الدوري الفرنسي. هزيمة تعود طبعا لأخطاء لم يتمكن فريق نيس من تداركها، لم يتمكن فريق نيس من العودة في المقابلة. نيس الذي لعب بخطة 4-3-3، الخطة التي نجحت في المقابلات الماضية لكنها لم تنجح في آخر دورة. لماذا؟ هناك أخطاء فردية على مستوى وسط الميدان، هناك أخطاء فردية على مستوى الدفاع. هذه الأخطاء توالت على أطوار المقابلة، خصوصا في الشوط الثاني من المقابلة، ونتج عنها هدف مباغت لفريق كان. لم يتمكن من العودة فريق نيس في المقابلة، لكن نشيد ببعض اللاعبين مثل لاعب يونس بالهدى، لاعب الذي يقدم مستويات طيبة جدا ومحترمة في الليغ 1 حتى آخر دورة. لنشيد كذلك بمستوى باروتيني الذي يعود من جديد إلى تألقه المعهود رغم أنه لم يسجل في هذه المقابلة. وكذلك نشيد أكثر باللاعب بليا، لاعب صغير السن الذي يعد من هدافي الليغ 1 في الدوري الفرنسي. لنتحدث كذلك أخي محمد عن هزيمة مارسيليا الفريق الكبير، الفريق العتيد الذي غير مدربه رودي غارسيا، مدرب جديد بعقلية جديدة بأفكار جديدة بتكتيك جديد، لكن مع كامل الأسف لم يتمكن من فرض إيقاعه وإنجاز تحقيق مستوى طيب في رقعة الميدان، خصوصا من طرف بعض اللاعبين. أولمبيك مارسيليا الآن لا زال يعاني. لماذا؟ لم يتمكن بعض اللاعبين من استيعاب أفكار رودي غارسيا. لكن نشيد في الجانب المقابل بمونبولي، خصوصا باللاعب الجزائري بودبوز الذي سجل هدفين ومكن فريقه من الانتصار على أولمبيك مارسيليا والحاق الهزيمة بتشكيلات رودي غارسيا. هذه الدورة عرفت أيضا فوز موناكو بسداسية ضد فريق نانسي، المقابلة التي عرفت إشراك اللاعب يوسف حجي. كذلك عرفت فوز فريق باريس سان جيرمان برباعية ضد فريق رين.
لنتحدث اولا عن فوز فريق موناكو، فوز صريح وواضح ب6 أهداف مقابل لا شيء. فريق موناكو الان يقدم عروض جيده وعروض قويه في ليغ 1، يعطي رساله بانه سوف يصارع من اجل احتلال المراتب المتقدمه في ليغ 1 في الدوري الفرنسي في هذه السنه. لنلاحظ كذلك عوده المهاجم الكبير فالكاو الى مستوى المعهود، وبالتالي المنادات عليه من طرف مدرب المنتخب الكولومبي في اقصائيات كاس العالم من منطقه امريكا اللاتينيه. لنعود كذلك في نفس المقابله، مقابله موناكو، هناك تشكيله قاره يلعب بها فريق موناكو. هناك اقل ما يمكن من الاخطاء في وسط الميدان، في خط الدفاع، ومع اتقان الهجمات المرتده. عفوا اخ عزيز، هذه المباراه عرفت استمرار غياب اللاعب نبيل ديرار بسبب الاصابه. اكيد نبيل ديرار لاعب ممتاز، لاعب طبعا له مكانته في فريق موناكو، لكن عامل الاصابه طبعا هو الذي حل دون اشراك لاعب نبيل ديرار في مثل هكذا مقابلات. بي اس جي ايضا فاز برباعيه ل0 ضد فريق رين. بي اس جي يعود من جديد ويبين على علو كعبه. فهناك لاعبين كبار مثل كافاني الذي يعود من جديد ويسجل، ويعتبر الان من هدافي الدوري الفرنسي. لنتحدث كذلك على الانسجام الذي بدا يتضح في تشكيله فريق باريس سان جيرمان. هناك انسجام واضح بين خطي الوسط والهجوم، هناك دور فعال يقوم به ماتويدي، هناك اداء جيد كذلك لخط الدفاع، وهناك انسجام خصوصا على مستوى وسط الميدان الذي يعطي دفء لفريق باريس سان جيرمان ويعطيه الفرق بين باريس سان جيرمان وباقي فرق ليغ 1 الدوري الفرنسي. شكرا اخ عزيز. سنمر لترتيب الدوري الفرنسي، حيث يتمركز فريق نيس رغم الهزيمة في المركز الأول ب 29 نقطة، يليه فريق موناكو ب 26 نقطة. فريق باريس سان جيرمان يتقاسم المركز الثاني مع فريق موناكو ب 26 نقطة بعد أن فاز على فريق رين. فريق غانغون يأتي في المركز الرابع ب 21 نقطة، وكذلك فريق نيس في المركز الخامس ب 20 نقطة. بالنسبة لنتائج مباريات الدوري الفرنسي الجولة 12، فريق مونبولي هزم فريق مارسيليا ب3 أهداف ل1. فريق موناكو هزم فريق نانسي بسداسية ل0. فريق نانت تعادل مع فريق تولوز بهدف لمثله. بوردو هزم فريق لوريون بهدفين ل1. فريق ليون فاز على فريق باسيا بثنائي ل1. فريق ديجون تعادل مع فريق غانغون بثلاثية لمثلها. فريق أونجي فاز على فريق ليل بهدف ل0. فريق كون فاز على فريق نيس بهدف ل0. تعادل فريق ميدز مع فريق سان تيتيان بميدان فريق ميدز، وفوز فريق باريس سان جيرمان برباعيه ل0 على فريق رين. بالنسبه للترتيب، نيس في المركز الاول ب 29 نقطه، فريق موناكو ب 26 نقطه في المركز الثاني الى جانب باريس سان جيرمان بنفس عدد النقاط. فريق غانغون في المركز الرابع ب 21 نقطه. فريق رين يتمركز في المركز الخامس ب 20 نقطه. بالنسبة للمقابلات المقبلة، أهم المقابلات فريق لوريون يستقبل فريق موناكو، فريق ليل يواجه فريق ليون، فريق باريس سان جيرمان يستقبل فريق نونت. بالنسبة لفريق نيس سيلعب ضد فريق سان تيتيان، فريق مارسيليا سيلعب ضد فريق كان. بالنسبة لترتيب الهدافين، دائما لاغازيت يتصدر ترتيب الهدافين ب10 أهداف مناصفة مع إدينسون كافاني. أليساندر بليا يأتي في المركز الثالث. شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم.